هل لازم أبص في المراية علشان أواجه نفسي؟ الحقيقة لأ. أوقات المراية الحقيقية مش زجاج. المراية هي اللحظة اللي بتقف فيها مع نفسك بصمت وصدق. والنهاردة هنبدأ تمرين مراية مختلف، مفيهوش زجاج، مفيهوش مرآة يعني، لكن فيه أعمق لقاء مع من أنت أو من أنتِ. قبل ما ابدا الفيديو اتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، واللي مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش ذكر الله والصلاه على النبي في التعليقات. ويلا بينا نبدا التمرين. تمرين المرايه الداخليه بدون استخدام مرايه. الخطوه رقم 1: الجلوس في صمت وتأمل. اقعدي في مكان هادي، اقفلي عينيكي وخدي نفس عميق 3 مرات، شهيق وزفير. وابدأي تحسي بجسمك، بالأرض تحتك، بأنفاسك. خليكي هنا دلوقتي، انتي موجودة. الخطوة التانية: تخيلي نفسك قدامك في خيالك. شوفي نسخة منك واقفة قدامك بنفس شكلك، بنفس ملابسك، بنفس مشاعرك. بصي ليها، بصي بس من جواكي. الخطوة الثالثة: اسألي نفسك بصوت داخلي، انتي حاسة بايه دلوقتي؟ ايه اللي وجعك ومش عارفة تقوليه؟ ايه اللي محتاجة تسمعيه علشان تهدي؟ ايه اكتر حاجة نفسك حد يقولها لك ومحدش قالها؟ الخطوة الرابعة: الرد بالحب والاحتواء. ابدأي تردي على نفسك بإجابات حنونة، زي: أنا سمعاكي ومش هسكتك، أنا شايفاكي حتى لو محدش شايفك، أنا معاكي مش هسيبك، انتي تستحقي كل الحب والدعم اللي بتحلمي بيه. خامس خطوة: الحضن الطاقي. تخيلي انك بتقربي من نفسك وبتحضنيها، حضن طويل قوي، فيه دفء، فيه امان. استشعري ان كل جزء منك بيطمن. خدي نفس عميق جدا وكرري كده بداخلك، قولي: انا بختار اكون لنفسي المراية اللي كانت ناقصاني. سادس خطوة: بعد التمرين امسكي ورقة واكتبي كل اللي طلع، سواء مشاعر أو جمل أو ألم أو راحة، لأن ده جزء من الشفاء. المراية الحقيقية بتظهر في الكلمات اللي بتخرج من قلبك. مش لازم تبصي في مراية علشان تواجهي نفسك. كل اللي محتاجاه انك توقفي لحظة وتسمعي صوت جواكي من غير ما تهربي. ليه بنعمل تمرين المراية؟ لانه بيفتح لك باب التواصل الحقيقي مع الذات، وبيخليكي تسمعي الجزء اللي كان انتي دايما مسكتاه جواكي، الطفل الموجوع اللي اتنسى، الحب اللي ما اخدوش وما تقالش له، الجرح اللي مستخبي ورا الابتسامة. التمرين ده بيكشف لك ليه بتجذبي علاقات مؤلمة، ليه بتحسي انك مش كفاية، وليه توأم شعلتك ممكن يبعد علشان يلفت نظرك لنفسك. وبالتالي كل ما تواجهي وتحبي الجزء اللي كان مرفوض جواكي، كل ما هيحصل تحول في طاقتك وفي واقعك وفي علاقتك. التمرين ده مش مرة وخلاص، ده باب كل ما تفتحيه هتلاقي جزء منك كان مستنيكي تقوليله أنا هنا ومش هبعد تاني. لو حسيتي انك محتاجة تمشي الطريق ده بدعم، اكتبي كلمة وأنا هنا والآن في الكومنتات عشان طاقة الدعم. دمتم بمحبة وخير.